السلام عليكم. في الفيديو ده هشارك معاكم خطوة بخطوة ازاي صممت الفيديو ده. والشرح هيكون من تطبيق لايت موشن. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هندخل على اول لقطة وندوس على التأثيرات، اضافة تأثير، ونخش هنا ونجيب التأثير ده الإطارات المتجانبة ونفعل المراية. وبعدها نيجي نخش تاني اضافة تأثير، ونيجي عند تصغير وتكبير نبحث عنه ده. بعدها نيجي عند القوة ونحط كي فريم ونخليه 0، ونخليه في الاخر. الكي فريم التاني هنخليه 65، ونحطه في الاول، وهنعمل شكل الجراف ده. بعدها نيجي عند المركز ونخلي اللي فوق 20، ونخلي اللي تحت سالب 156. بعدها هنيجي نصف القطر ونخليها على الاخر، ونيجي نطلع ندوس اضافة تأثير، استبدال عشوائي، وبعدين نيجي عند الحجم وهنخلي الكي فريم الاول 0، ونحطه في الاخر هنا كده، ونخلي الكي فريم التاني 300، ونحطه هنا كده. بعدها نيجي نخش على الجراف ونعمل شكل الجراف ده، وناخده نسخ، ونيجي عند تطور ونيجي نحط كي فريم نخليه 20 الاول، ونحط كي فريم في الاخر، وبعدين نخلي الكي فريم التاني 0، نحطه في الاول هنا، ونعمل لصق للجراف. وبعدها نيجي عند السرعة ونخليها 0 زي ما هي، ولتحت 50%. نطلع اضافة تأثير، هنيجي على التواء كسوري، ونيجي عند الموضع، هنيجي عند الاكس ونحط كي فريم ونخليه 390، وبعدين الكي فريم التاني هنخليه 0، نحطه في الاول، وننزل عند الحجم وهنحط كي فريم في الاول ونخليه 0، هنا نحطه هنا كده، وهنحط كي فريم تاني ونخليه، ونعمله كده لحظة هيكون 175 كده، نحطه في الاول، وهنيجي عند التفاصيل ونخليها 1 و10، ودي هنخليها 5، وهنفعل مساحة الشاشة. بعدها نيجي اضافة تأثير، ونيجي عند ضبابية الحركة ونحطها. بعدها نيجي عند تأثير لون سادة، وهنخلي اللون أبيض. هنيجي هنا كده ونحط كي فريم، هنيجي ندوس على الفا الاول ونحط كي فريم، ونيجي بعد الفا بشويه هنا كده ونخلي الكي فريم ده 0،
كده. بعدها نيجي ندخل اضافة تأثير وهنختار اهتزاز تلقائي، نبحث واول حاجة هنيجي عند الحجم ده هنخليه 35. بعدها نيجي ناخد تأثيرات دي نسخ ونضيفها على باقي اللقطات، على كل اللقطات التانية كده. تمام. هنيجي بقى نضيف الكرومة دي اللي انا هسيبها لكم في التليجرام. هسيب لكم 3 كرومات زي دي في التليجرام. الكرومة دي نكبرها على الاخر، وهنضيف برضو عليها التأثيرات. لحظة بس هنصغرها شوية مثلا لغاية هنا كده، ونضيف عليها التأثيرات وهننزلها عند أول طبقة. ننزلها كده تكون فوق الطبقة. بعدها نيجي نخش هنا خلط وتعتيم ونحط كي فريم هنا في الأول، ونيجي في الآخر عندها ونحط كي فريم ونخليه صفر كده. وبس كده، ونكمل باقي الفيديو كده. لو احنا عايزين نغير لونها هندوس هنا وندوس على التأثيرات ونيجي عند لون سادة ونخليه مثلا أحمر يكون كده كده. وبكده نكون وصلنا لآخر المقطع. يا ريت لو استفدتوا متنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا زر اللايك، ولو عندكم أي أفكار تصميم اكتبوها لي تحت في الكومنتات وأنا هشرحها إن شاء الله.